القصة بتاعتنا بتبدأ في عالم البيوندرز، وده عالم البشر اللي فيه بيكون عندهم قدرات معينة اسمها البيوندرز، والقدرات دي تقدر تاخدها عن طريق شرب الجرعات السحرية. ومش كده وبس، لأ، القدرات دي يا صديقي ليها 22 مسار مختلف، وكل مسار بيكون متكون من 9 مستويات، من الأضعف المستوى التاسع للأقوى المستوى زيرو مستوى الحكام. وعلشان تقدر توصل لمستوى الحاكم لازم تختار بعناية شديدة مسارك اللي هتبدأ منه، لأنك لو اخترت مسار مش مناسب ليك احتمال كبير الجرعة تسيطر على عقلك وتتحول لوحش لو ما قدرتش تتطور تاني نهائي وتفضل في المستوى التاسع. ركز لو مش فاهم الحوار، بكل بساطة شبه البيلد اللي بتعمله لشخصيتك في لعبة السولز، يعني ممكن تختار مسار المحارب أو الساحر، وكل مسار ليه المزايا والعيوب بتاعته. فبس كده نكون فهمنا الحاجات المهمة، وبالتالي هنبدأ قصتنا بقى. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا. بتبدأ قصتنا في العصر الحديدي، وتحديدا في مدينة تنجن سنة 1349. وساعتها بنشوف شخص بيقع من السماء ومش عارف ايه اللي بيحصل له، وقبل ما يلمس الأرض بيلاقي نفسه اتنقل لبيت كده وقاعد على كرسي وقدامه كتاب مفتوح وفي مسدس ودم مغرق المكان. فأول لما شاف الدم اترعب، لأن الدم ده نازل من دماغه كأن في حد ضربه برصاصة في دماغه. فبيبدأ يهدى ويفتكر إيه اللي حصل بالظبط. افتكر إن اسمه كلاين موريتي وانتحر، فاتصدم لأنه فهم إن معنى كده إنه انتقل بالزمن بعد ما مات. في نفس الوقت ده في مكان تاني خالص بنشوف فيه اتنين محققين بيحققوا في موت ضحيتين، ويليتش ونايا، خريجين جامعة خوي. واللي واضح للمحققين إن موت الاتنين دول كان انتحار، بس المحققين ما اقتنعوش بالكلام ده نهائي، وحسوا إن في طقوس حصلت، وبسبب الطقوس دي في قوة شيطانية تم إيقاظها. فكملوا تحقيق في مسرح الجريمة، ووقتها لقيوا صورة كلاين صاحب الضحية الوحيد، فبدأوا يشكوا فيه وقرروا يروحوا يحققوا معاه. بالتزامن مع الكلام ده كلاين كان لسه قاعد في أوضته بيفكر إيه اللي حصل، وقدر يفتكر إن صديقه ويلتش جاله البيت وقال له إنه لقي كتاب قديم جدا مليان شفرات. فكلاين ساعده وقعدوا هما الاتنين يحلوا الشفرات دي، وحلوا الشفرة بتاعت أول صفحة، وعرفوا إن الكتاب ده كتاب عائلة أنتيجونوس الإمبراطور الأسود. حاليا بيظهر في الكتاب اللي قدام كلاين إنه كتب إن الكل لازم يموتوا بما فيهم أنا. فكلاين قعد يفكر إيه اللي يخلي كلاين اللي هو اتنقل لجسمه يكتب كده، وإيه اللي شافه بالظبط خلاه يقول إن الكل لازم يموتوا. خليك فاكر إن الشخص اللي في جسم كلاين دلوقتي من المستقبل، يعني هو مش عارف إيه اللي بيحصل، وآخر حاجة هو فاكرها إنه قال تعويذة كده بهدف إنها تجيب له الحظ. ومن ساعتها لقي نفسه هنا في الماضي. ففي وسطه وهو مش فاهم أي حاجة، أخته الصغيرة ميليسا جت ودخلت الأوضة وادته الفطار بتاعه وعرفته إنها رايحة المدرسة، وأخدت بعضها ومشيت من سكات. بعدها كلاين خرج هو التاني من البيت علشان يشتري عيش، وبالفعل اشترى العيش وخرج بحيث يرجع للبيت. وفجأة وهو ماشي في مهرج جه وقف واتكلم معاه وطلب منه يبقى يحضر فقرة السيرك بتاعته. فكلاين مهتمش الصراحة لأنه حس إن في حد بيراقبه، فخدله في أسنانه وطلع يجري، وفضل يجري لحد ما دخل استخبى في خيمة كده. في اللحظة دي بيلاقي عرافة قاعدة في الخيمة، فالعرافة طلبت منه يقعد يقرا الطالع بتاعه، وده مجانا لأنه أول زبون النهاردة. فكلاين قال لها تمام وراح قعد قدامها، والعرافة طلعت له 3 أوراق تاروت بيمثلوا الماضي والحاضر والمستقبل بتاعه. فكلاين كشف الورقة بتاعت الحاضر وطلعت ورقة الأحمق. فكلاين ملحقش ينبهر لأنه رجع حس بالشخص اللي بيراقبه تاني، فطلع من الخيمة جري من غير حتى ما يشوف الورقتين الباقيين. وبعد شوية بيرجع البيت من تاني وبيبدأ يقول تعويذة الحظ اللي عملها قبل ما يتنقل للماضي. وبعد ما بيخلص التعويذة المكان كله بيتهز وبيحس بألم رهيب، وبيفضل يصرخ ويصرخ لحد ما بيلاقي نفسه طاير في الجو، وفي كور حمراء وزرقاء حواليه، والكور دي بتندمج، وبسبب اندماج الكور في بنت من عائلة هاول بيتم استدعائها، وبحر تاني بيتم استدعائه هو التاني. وكل ده بيحصل ومفيش حد فيهم فاهم أي حاجة، حتى كلاين نفسه مش فاهم حاجة. ده غير إن في مكان بيتبني مخصوص. وملحوظة ليك انت، الكلام ده كله اسمه الضباب الرمادي، ودي قدرة كلاين بيقدر يستخدمها ويصنع مجال خاص ليه زي مجال سكونة في جوجيتسو كده. وطبعا كلاين بيبقى ليه كامل التحكم والسيطرة في المجال ده، وبالتالي بيتحكم في الاتنين اللي هو استدعاهم دول وبيقعدهم على سفرة كبيرة.
هو بيقول لهم أنا الأحمق. فالبنت سألته لو إنها تنفع تبقى بيوندرز، فكلاين ما كانش فاهم إيه اللي هي بتقوله، فخلى الشخص التاني البحار يرد عليها. فقال لها إن علشان تبقى بيوندرز لازم تقدم طلب لكنيسة الحكام علشان تاخد الجرعات، ودي الطريقة القانونية، لأن في طرق تانية مش رسمية تابعة لمنظمات شيطانية تانية. وعلى فكرة الشخص اللي بيتكلم ده عنده قدرات بيوندرز. فلما كلاين فهم كل حاجة بدأ يشك إن قدرة الضباب الرمادي دي معناها إن هو التاني عنده قدرات بيوندرز. فقرر بقى يعمل بحث في الكلام ده على أمل إنه يلاقي طريقة يرجع بيها العالم بتاعه. فبس اتفق مع الاتنين دول إنهم هيتجمعوا هنا كل يوم اتنين، والبنت سمت نفسها العدالة، أما الشخص التاني سمى نفسه مشنوق. وبيخلص الاجتماع على كده، وكل واحد بيرجع لحاله. وكلاين بيفوق في اوضته وبيلاقي حد من الشرطة بيخبط عليه، فبيترعب وبيخبي المسدس والدم اللي في اوضته. وبيروح يفتح الباب وبيلاقي في وشه المحقق ليو والمحقق دان. فكلاين سألهم في ايه، فعرفوه ان صحابه الاتنين ماتوا. كلاين كده كده عارف، بس عمل نفسه مصدوم وفضل يمثل لحد ما ليو يلاقي الكتاب بتاعه اللي مكتوب فيه الكل هيموتوا بما فيهم انا. فكلاين اتصدم واعترف انه كان يعرف الكلام ده، لكنه مش فاكر اي حاجة. واخر حاجة فاكرها انه ضرب نفسه بمسدس وانتحر. فدان قال له حلو، علشان اصدقك لازم تيجي معانا علشان التحقيق النفسي. فكلاين خاف احسن يعرفوا انه متنقل عبر الزمن، فطلع هرب منهم وفضل يجري في المدينة لحد ما فجأة في بايوندرز ظهر واستخدم قوته وبدأ يقلب الشوارع على كلاين. وكلاين مكمل جري زي المجنون وفضل يجري لحد ما لقي عربية في وشه، فركب العربية دي بدون تفكير. ولقي دان المحقق في قلب العربية. فكلاين ملحقش يتصدم لأن دان طلع بايوندرز وقدرته هي التلاعب بالأحلام والوهم، وفضل يتلاعب بأحلام كلاين لحد ما سيطر عليه. وفي بنت ظهرت من العدم ومسكت كلاين وعملت له تنويم مغناطيسي ودخلت في بحر ذكرياته. العبرة هنا إن ذكريات كلاين بتاعت حياته اللي في المستقبل كانت محجوبة، والبنت معرفتش تشوفها، ويا دوبك مسكته هو وخلته يمثل اللي حصل في يوم وفاة صحابه، وشافته وهو بينتحر عادي جدا. بعدها خرجت من دماغه ووضحت لدان إن كلاين مش بيكذب وهو بالفعل انتحر، لكنه سبحان الله ما ماتش. وده لأن في قوة مرعبة أثرت عليه. الكلام ده عجب دان لدرجة إنه طلب من كلاين ينضم ليهم ويبقى بايوندرز، وسابه يفكر براحته ومشى هو والبنت. تاني يوم كلاين راح للعنوان اللي دان سابهوله ودخل كازينو كده في المدينة، وقال للموظف إن دان بعته. فالموظف أخده ودخله باب سري جوه الكازينو، والباب ده أخده ونزل بيه تحت الأرض. بعدها كلاين لقي نفسه في قاعة مجهزة تحت الأرض، فانبهر جدا وراح قال لموظفة الاستقبال على اسمه، ففتحت له باب سري تاني وأخدته ونزلوا هما الاتنين تحت. وحرفيا كلاين كان مبهور جدا بتفاصيل المكان وبقى حاسس إن هو في مدرسة هاري بوتر. المهم يعني إن موظفة وصلته المكتب دان، ودان أول ما شافه فرح وخلاه يمضي على عقد الشغل ورسمي فهمي نظمي. كلاين بقى محقق في الشرطة، وللعلم ده مجرد مسمى وظيفي، لأن طبيعة شغل دان وكلاين هي محاربة الظواهر الغير طبيعية مش القبض على المجرمين والسلام. فبس كلاين بيمضي كل حاجة وبيستأذن بقى علشان يروح المعمل عند نيل الكيميائي علشان يختار الجرعة والمسار المناسب ليه علشان يبقى بايوندرز. وبالفعل كلاين بيمشي، وبعد شوية بيوصل المعمل وبيدخل للعجوز نيل وبيعرف نفسه ليه. فنيل رحب بيه وطلب منه يساعده الأول في ترتيب الكتب، فكلاين ساعده وبدأ يرتب الكتب معاه. في الوقت ده نيل حب يختبر كلاين وقال له إنه معاه كذا شفرة من شفرات الإمبراطور روزل، وعرفه إن للأسف كل الشفرات التانية الخاصة بالإمبراطور ضاعت، لكن موجود هنا في المعمل 3 سجلات بس من بتوعه. وورى لكلاين ورقة مكتوب فيها الشفرات دي. فكلاين بدأ يقرأ الشفرات دي واتفاجئ أصلا إن الشفرات دي مكتوبة باللغة الصينية البسيطة، ودي لغة المفروض إن هيتم اختراعها لسه في المستقبل. فكلاين كان عارف كويس أوي إيه اللي مكتوب. كلاين قرأ إن مفتاح للترقية والجرعات مش إتقانها، لأ، الحوار كله بيعتمد على الهضم، هضم الجرعة نفسها. ومش كده وبس، ليه مكتوب كمان إن أحسن مسارين هما العراف واللص. فنين لما شافه مركز قوي في الورقة قعد يضحك عليه وقال له انت فاكر انك هتعرف تقرا المكتوب، واخد منه الورقة. غلبان ما يعرفش اللي فيها. المهم ان كلاين طلب منه يديله جرعة العراف. فنين استغرب من سرعة كلاين واكد عليه انه لما يختار مش هيعرف يغير تاني.
فكلاين قال له جواب نهائي. فنيل ضحك وقال له تمام، وبدأ يجهز الجرعة وخلط المواد مع بعض وجهز الجرعة وسلمها لكلاين. لكن كلاين كان خايف يشرب لحسن يتسمم ولا حاجة، بس نيل طمنه. فكلاين سمى لو شرب، والجرعة بدأت تندمج مع حمضه النووي. وفجأة كلاين مبقاش قادر يشوف أو يسمع. فنيل طمنه وعرفه إن ده طبيعي، وطلب منه يتخيل حاجة معروفة في العالم حاليا. وبما إن كلاين مش من العالم ده، فخياله كان واسع شويتين تلاتة، وبدأ يتخيل حاجات من المستقبل زي الصواريخ النووية والطيارات ورواد الفضاء. وكل ده كان بيستهلك من طاقته وبيأثر على كل حاجة حواليه في المعمل. فنيل فضل ينادي عليه لحد ما كلاين فاق الحمد لله، وبنلاحظ إن عينه اتحولت للأسود كلها. فنيل عرفه إن دي هي الرؤية الروحية بتاعت العراف، والرؤية دي زي الأشعة بتاعتنا كده، بتوضح صحة وهالة الشخص اللي قدامه. وفجأة كلاين تعب وحس بألم. فنيل عرفه إن الرؤية دي بتستنزف قوته، وطلب منه يخبط بين حواجبه مرتين علشان يقدر يلغي الرؤية. فكلاين عمل كده وعينه رجعت طبيعية. بعد كده نيل اداله مسدس ورصاص مخصص لصيد الشياطين. فكلاين أخدهم وشكره. تاني يوم بتبدأ مهمة كلاين الأولى، ألا وهي التحقيق في قضية خطف طفل اسمه ألبرت، وبيشارك مع ليو في المهمة دي. وحاليا هما الاتنين بيكونوا راكبين في عربية. فساعتها ليو بيدي كلاين صورة ألبرت وهدومه علشان يستخدم قوة العراف ويعرف مكانه. فكلاين بيخرج العصاية بتاعته وبيحطها في هدوم ألبرت، وبيشغل الرؤية الروحية على العصاية، وبيقدر يتخيل ويشوف البقايا الروحية بتاعت ألبرت، وبيعرف مكانه فين بالظبط. بعدها بيقول لسواق العربية يمشي فين بالظبط. هو بيفضل يوجه العربية لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه ألبرت. فبينزلوا من العربية وبيدخلوا المبنى. وساعتها كلاين بيستخدم قوته من تاني، وبيقدر يشوف ألبرت وهو مربوط، والاتنين اللي خاطفينه قاعدين بيلعبوا جنبه. وعرف ليو بالكلام ده. فليو ما ضيعش وقت وكسر الباب ودخل لهم هما الاتنين، ودور فيهم الضرب هما الاتنين، وعدمهم العافية وخلاهم يغمى عليهم. وخلاص كل حاجة بتخلص ولسه هيمشوا، في ريشة شفافة ظهرت من العدم ووقعت جنب الخاطفين. فرجعوا اتحركوا من تاني وقاموا هما الاتنين واندمجوا مع بعض وتحولوا لوحش وهجموا على ليو. فليو حاول يتفادى الهجوم ده، وبعد ما تفادى الوحش اختفى من المكان. فكلاين استخدم قوة العراف علشان يمسكه قبل ما يهرب. والعصاية فضلت تتحرك شمال ويمين، وهوب بدون أي مقدمات الوحش ظهر جنب كلاين، وكان هيقطم راسه بسنانه، لكن جت سليمة. وكلاين بردة فعل أسطورية ضرب الوحش بالمسدس وخلص عليه. طبعا يا صديقي الخاطفين دول اتحولوا لوحوش لأنهم أخدوا جرعة بشكل غير قانوني من منظمة شيطانية. وهنعرف برضو كل حاجة قدام، لأن حاليا كلاين لاحظ إن في حاجة بتنادي عليه من الأوضة اللي جنب أوضة الخاطفين. فبيفهم إن كلاين صاحب الجسم الأساسي جه الأوضة دي مرة قبل ما ينتحر. بس كلاين ما بيقولش حاجة، هو بياخد بعضه وبيمشي مع ليو. تاني يوم دان قبض على شخص اسمه جينكيز ومسك وربطه في كرسي، واستخدم قوة التلاعب بالأحلام عليه، وحرفيا خلى جينكيز يشوف كابوس علشان يعرف منه ليه كان بيراقب كلاين. ودان قدر يعرف انه كان بيراقب كلاين علشان بيدور على مذكرات عائلة أنتيجونوس. ودان ملحقش يطلع منه معلومات تانية لأنه مات. فدان لاحظ إن جينكيز كان من النظام السري، وهم اللي قتلوه علشان ما يفضحهمش. والنظام السري ده يا صديقي منظمات شيطانية عندهم جرعات بايوندرز برضو، بس بشكل غير قانوني وغير آمن. فمن هنا دان وليو فهموا إن النظام السري بيدور على مذكرات هم التانيين. فبقى كل همهم دلوقتي إنهم يلاقوا المذكرات دي قبل النظام السري، لأن المذكرات دي فيها بلاوي وأسهل طريق ومسار للجرعات. فدان وليو وهم واقفين كده، في حد دخل لهم وقال لهم إن كلاين لقي دليل ممكن يوصلهم للمذكرات. فطبعا راحوا لكلاين، وكلاين أخدهم وطلع للأوضة اللي سمع حد بينادي فيها عليه، الأوضة اللي هي جنب أوضة الخاطفين لو تفتكر. المهم إن الكل دخلوا الأوضة، ووقتها لقيوا شخص ميت ومتحلل. فمحدش اهتم الصراحة، وكملوا تدوير على المذكرات، لكنهم ما لقيوش أي حاجة برضو. ويدوبك عرفوا إن بيبر ابن الشخص اللي ميت ده مختفي. فمن هنا جه دور كلاين ومسك صورة بيبر وحط عليها العصاية علشان يعرف مكانه، لكنه فشل. لا ومش بس كده، العصاية فضلت تطير في الهوا وكانت هتقتله، بس دان أنقذه وقال له إن في قوة جبارة بتشوش على قوته، وطلب من كلاين يروح البيت، وعرفه هو وليو إنهم هيبلغوا فرسان الهيكل علشان يشوفوا حل. بعد فترة دان بيقابل كلاين في الكنيسة،
هو بيديله قلادة سحرية هتساعده في قوته أكتر، وبيطلب منه يستعد علشان فرسان الهيكل سمحوا ليهم بإنهم يستخدموا أداة ملعونة من الدرجة التانية بحيث تساعدهم في الوصول لمكان بيبر. فكلاين قال له تمام، ودخلوا هما الاتنين المكتب. في الأثناء دي كان في متخصصين من فرسان الهيكل وظيفتهم هي تشغيل الأداة دي، وبدأوا يقولوا لكلاين والباقي يعملوا إيه بالظبط علشان يحموا نفسهم من الأداة. وكلاين كان محرج من الحركات الهبلة اللي بيعملوها دي، لكنه عملها معاهم. بعد كده المتخصص فتح الصندوق اللي فيه الأداة، فالأداة خرجت منه، وكانت عبارة عن دمية مهرج صغيرة. والمهرج الصغير الكيوت ده قلب لشطان مرة واحدة. فكلاين اترعب وحس إن الدنيا وقفت بيه وإن الأداة بتخنقه، بس ليو ضربه وخلاه يفوق. فكلاين فضل يجري من المهرج والمهرج فضل يجري وراه، والسبب في كده إنه كان لابس البلطو بتاع بيبر. فلما كلاين رمى البلطو ساعتها المهرج وقف وعينيه احمرت، وطبعا عرفوا من خلاله مكان بيبر. فنزلوا لكل الشارع وركبوا العربيات علشان يروحوا على هناك. في نفس الوقت هناك في المكان اللي بيبر فيه بنشوفه بيعمل طقوس شيطانية غريبة، وفجأة بطنه بتتفتح. هو بيبلع مذكرة أنتيجونوس اللي معاه. المشكلة مش هنا، المشكلة إن المهرج اللي لو تفتكر كان بيدعو كلاين يحضر فقرة السيرك بتاعته كان موجود في المكان، وده لأنه عاوز المذكرة هو التاني لأنه من النظام السري. وعلى فكرة هو حس بالعربيات بتاعت كلاين وهي بتقرب من المكان فاستخبى. في الأثناء دي العربيات كانت وقفت بره، وكلاين نزل من العربية واستخدم القلادة السحرية واستشعر خطر رهيب خارج من المكان وعرف الكل بكده. بعدها على طول في هالة رهيبة خرجت من المكان وغرقته كله، وطبعا مصدر الهالة دي هو بيبر بعد لما تحول لوحش. فدان وليو مسكوا المسدسات بتاعتهم وجريوا بكل سرعتهم على بيبر واستخدموا قدراتهم عليه وكتفوه وحاولوا يخلصوا عليه، لكنهم فشلوا، وده لأن بيبر كان قوي جدا فما كانوش عارفين هيعملوا ايه. فدالي ودي البنت اللي بتقرا ذكريات لو تفتكر شافت ذكريات كلاين في التحقيق النفسي وكانت موجودة، وطلبت من دان يوفر لها دقيقة واحدة وهي هتجهز تعويذة قوية تخلص بيها على بيبر. فدان قال لها تمام، وبدأ يجهز قوته هو التاني علشان يوفر لها وقت، وقدر يعمل زي خطوط سحرية علشان يكتف بيبر، وكان هينجح في ده. بس المذكرة اللي في بطن بيبر ادته قوة رهيبة، وبالتالي بيبر ضرب دان وطعنه في جسمه وطيره بعيد، وكمان ضرب الشنطة اللي فيها الأداة الملعونة ووقعها على الأرض. وده كله وكلاين واقف بيتفرج. فقال لك بدل ما أفضل متفرج كده أشارك في المعركة، وكان معاه كارتين تاروت فشحنهم بقوته وحدفهم على بيبر. فبيبر بدأ يخسر قوته واحدة واحدة. وفي الوقت ده دالي كانت خلصت التعويذة وطارت في الهواء وخبطت في بيبر وفرقعته ووقعت في الأرض بسبب الانفجار ده. فدان راح لها بسرعة واداها جرعة شفاء. بعد كده كلاين راح وخرج المذكرة من تحت الصخور اللي وقعت عليها بسبب الانفجار، وملحقش ياخد نفسه لأن المهرج بتاع السيرك ظهر وحاول يهجم على كلاين وياخدها منه، لكن دان شافه وضرب عليه بالمسدس، لكن طلعت نسخة منه وبدأت بقى معركة بين المهرج وبين دان وليو. وحرفيا المهرج كان سريع جدا وبيراوغ كل الهجمات اللي جاية عليه. ومش كده وبس، لأ، المهرج خبط الشنطة اللي فيها الأداة الملعونة ووقعت الشنطة في وسط دان وكلاين وليو. فالمجال بتاع الأداة اتفعل وبقى مستحيل حد فيهم يقدر يتحرك لأن الأداة دي هتخلص عليه. فوقتها كلاين بكل ذكاء دخل مجال الضباب الرمادي بتاعه وفك اللعنة بتاعت الأداة ورجع من تاني. وساعتها لقي المهرج واقف بره مجال اللعنة وبيطول السيف بتاعه وهو واقف بره المجال علشان ما يتلعنش هو التاني، وبيحاول يقتل كلاين وهو من بره. بس كلاين صدمه واتحرك ومسك السيف وشد المهرج جوه المجال. فالمهرج مبقاش قادر يتحرك على عكس كلاين اللي مسك المسدس وضرب رصاصة في نص دماغه وخلص عليه. وقبل ما المهرج يموت فضل يقول هورانسيس كتير قوي. وكلاين ما كانش فاهم ولا اهتم يفهم لأنه جري بسرعة وغطى الشنطة بتاعت الأداة ولغى المجال الملعون وأنقذ الكل وخرجهم من المجال. والحمد لله المهمة بتنجح وبياخدوا المذكرة وبيرجعوا بيها على الكنيسة وبيحطوها في أوضة محمية، والكل بيشكروا في كلاين طبعا. والمتخصصين أخدوا الأداة الملعونة وشكروه ومشيوا. وأول ما مشيوا كلاين حس إن الجرعة بتاعته بدأت تتهضم وما كانش فاهم أي حاجة بصراحة لأنه كان عايز يفهم إيه معنى هورانسيس اللي اسمها من المهرج دي. فأخد بعضه وراح المدرسة بتاعته، وأول لما وصل دخل قابل مدرس التاريخ بتاعه الأستاذ إيزيك وسأله عن هورانسيس. بس إيزيك قال له إنه ما يعرفش
لكنه حاسس إنه سمع الاسم ده قبل كده، ووعده بإنه هيدور على معنى الكلمة دي. فكلاين اتضايق شوية وشكر إيزيك واستأذن وأخد بعضه ومشي. وأول لما مشى في كيان شيطاني خرج من جسم إيزيك. فهل ده معناه إن إيزيك من النظام السري هو التاني؟ هنعرف كمان شوية. بعد كده كلاين بيرجع بيته وبيبدأ يكتب كل الحاجات اللي فهمها. كتب إنه علشان يقدر يهضم الجرعة بتاعته لازم يبقى عراف حقيقي ومحترم في عيون كل الناس. وبرضه فضل يفكر في طرق ترجعه العالم بتاعه، ووصل لطريقين. الطريق الأول إنه يكمل كعراف ويهضم الجرعة كلها ويشوف هيقدر يستخدم قوته في الضباب الرمادي ولا لأ. بس علشان يعمل كده هيحتاج يعرف أكتر عن مسار المهرج، لأن مسار المهرج هو المسار اللي بعد العراف. وفي بقى الطريق التاني الأسرع، وهو إنه يربط نفسه بالضباب الرمادي، وساعتها هيقدر يرجع العالم بتاعه، لأن الضباب أصلا هو اللي جابه لهنا. فلما يتحكم في الضباب هيقدر يرجع للعالم بتاعه. فبس كلاين قرر يمشي في الطريق التاني ويشوف هيوصل لإيه بالظبط. بعد شوية ميليسيا أخته جت خبطت عليه وعرفته إن صديقتها سيلينا عزمتها على عيد ميلادها يوم الحد اللي جاي، وطلبت منه يجهز نفسه علشان يروح معاها. فكلاين وافق، فأخته فرحت ومشيت. وفي نفس اليوم بقى كلاين دخل مجال الضباب الرمادي من تاني واستدعى العدالة والمشنوق وقعد يتكلم معاهم عن الجرعات، وعرفهم إن الترقية وهضم الجرعة بيعتمد على الهضم أول حاجة وعلى التمثيل تاني حاجة. بمعنى إنك لو عراف تشوف العراف بيعمل إيه وتمثل دوره بالظبط. فالاتنين اتصدموا من المعلومات دي وشكروا كلاين على المعلومات دي. بعدها كلاين عرفهم إن عندهم مهمة، وهي إنهم يجمعوا كل يوميات روزيل السرية. وطلب منهم طلب كمان، وهي إنهم يقولوا جملة معينة كده بهدف التواصل معاه حتى وهو مش موجود في المجال. وأكد عليهم إنهم لازم يعملوا كده يوم الحد، وده نفس اليوم اللي هيكون فيه العيد ميلاد. فقالوا له تمام وانصرفوا من سكات. عامة بيعدي يوم في التاني في التالت وبنوصل ليوم الحد، يوم العيد ميلاد. وكلاين بياخد أخته ميليسا، وعلى فكرة كان معاهم أخوهم الكبير بنسون. ما أنا نسيت أقولك إن عندهم أخ كبير، بس ده مش موضوعنا، لأن خلاص سيلينا بترحب بيهم وبتدخلهم البيت. وكلاين بيحس بالمشنوق وهو بيحاول يتواصل معاه، فسابه ومهتمش وحاول يندمج في الاحتفال شوية. والاحتفال فضل شغال بقى لحد ما الدنيا ليلت. فسيلينا أخدت ميليسا وصاحبتهم التالتة إليزابيث وطلعوا الأوضة علشان يفتحوا الهدايا. وأول هدية كانت من صاحبتها إليزابيث، وإليزابيث دي شغالة في نادي اسمه نادي العرافين، وصاحب النادي ده اسمه فينست، وهو اللي بعت الهدية دي، واللي كانت عبارة عن مراية سحرية. فسيلينا بدأت تكلم المراية وتقول لها قولي لي ايه يا مرايتي، قولي لي ايه حكايتي، ما تكونش دي نهايتي واخر قصتي. وهوب الرموز السحرية اتفعلت، وفي هالة غريبة ملت الأوضة. وفينس تحس بيها وكان فرحان قوي، لأن ده كله مجرد كمين لكلاين من البداية، لأن فينس يبقى عضو في النظام السري هو كمان. على الناحية التانية في الحفلة كلاين كان حس بالهالة دي وفهم إن في حاجة شيطانية محوطة المكان. فجري على الأوضة اللي فيها البنات وبص في المراية من بعيد، فبيشوف فيها شيطان وبيتصدم حرفيا. ومش كده وبس، في قوة شيطانية بتأثر على سيلينا، وفي برق بيخرج من المراية وبيضرب ميليسا وإليزابيث فبيغمى عليهم. أما سيلينا فبتتحول لشيطان. وفي اللحظة دي كلاين بيدخل وبيحدف عليها كارت تاروت وبيحاول يكتفها، لكنه بيفشل لأن فينست بيزود قوته وبيتحكم في سيلينا وبيفكها وبيخليها تتجنن وبتهجم على كلاين وبتوقعه في الأرض وبتكتفه بشعرها. فكلاين بيتخنق وبيغمى عليه، بس قبل ما يغمى عليه بشكل كامل العدالة بتعمل الطقوس اللي اتفق معاها عليها وبتتواصل معاه وبتمد بقوة الضباب الرمادي. فكلاين قوته بتزيد جدا وبيفوق وبيزق سيلينا بعيد عنه. ففينس تتصدم وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، واتجنن على الآخر وبدأ يهجم بكل قوته حرفيا. وسيلينا القوة بدأت تتسرب منها من كل حتة. وطبعا كلاين ما سكتش ونفذ تعويذة وسحب كل القوة دي في وعاء ودمر المراية بطلقة مسدس وانقذ الموقف، وكل حاجة رجعت لطبيعتها بدون أي خسائر الحمد لله. الخسائر الوحيدة كانت عند فينيست اللي لما فشل حاول يهرب، بس في مسؤول من النظام السري اسمه زي ظهر وهجم عليه وخلص عليه. وتاني يوم كلاين عرف دان بكل حاجة وعرفه إن فينيست ورا كل ده وراحوله، بس لقيوه ميت. ودان حاول يشوف عقل فينيست فيه ايه ولقي فيه كيان غريب بعين واحدة متسلسل، واتصدم وما كانش عارف ايه ده. بعد فترة في ست بتيجي لكلاين نادي العراف وبتوريله صورة خطيبها وبتعرفه انه مختفي، وهي عاوزة تعرف طريقه.
وقالت له كمان إن آخر مرة خطيبها كان على سفينة ألفافا اللي المفروض رجعت من أكتر من شهر. فكلاين بدأ يستخدم قوته على الصورة دي وشاف اللي حصل لخطيبها. شافه وهو بيغرق في المية، لكنه فضل يعافر لحد ما خرج من المية ووصل لجزيرة. وكلاين طبعا عرف الجزيرة دي فين وبلغ دان بالكلام ده. وبعد أسبوع تقريبا من الكلام ده خطيب الست كان رجع سليم. لكن الفكرة هنا إنه لما رجع محدش عارف إزاي رجع ولا مين رجعه. وفي شخص اسمه تريس نسب الفضل لنفسه، وده مش موضوعنا دلوقتي. لأن كلاين قعد مع خطيب الست دي واستخدم القلادة عليه ونومه مغناطيسيا ودخل في ذكرياته. وفي اللحظة دي بيشوف بلاوي. شاف السفينة اللي كان عليها بتولع، والشخص اللي ولع في السفينة رمى طفل في المية وحاول ينتحر، بس خطيب الست مسكه وحاول ينقذه. وهو حاول ينقذه علشان يعرف عمل كده ليه. العبرة يا صديقي إن مش هو اللي عمل كده، لأن تريس هو اللي عمل كده. وكلاين أخد باله على فكرة، وعرف إن تريس اللي عمل كده وولع في السفينة. ده غير كمان إن في قوة رهيبة أثرت على كلاين وطردته بره الذكريات. ومن هنا كلاين بيتأكد إن تريس ده في وراه مصايب وفي قوة بتحميه. فكلاين خرج لدان وقال له إن السبب في غرق السفينة هو تريس، وإن تريس مش بطل ولا حاجة وما انقذش حد. فدان استغرب من كده وعرفوا إنهم مش هيقدروا يتهموا تريس كده بدون أي دليل قوي. لكن دان طمن كلاين وعرفوا إنه هيعمل كل اللي عليه علشان يفتحوا تحقيق مشترك ويقبضوا على تريس. فبس كلاين شكره واستأذن ومشي، وراح عدى على نيل العجوز. فنيل أخده وخرجوا هما الاتنين وراحوا مكان سري كده في المدينة. المكان ده عبارة عن مدينة مدفونة تحت الأرض، والمدينة دي عبارة عن سوق، والسوق ده بيتباع فيه كل اللي في بالك، كنوز وغيره. فكلاين كان مبهور جدا بالكلام ده، وفضل مبهور لحد ما أخد باله من تريس موجود في السوق هو التاني. فكلاين بدأ يتسحب واحدة واحدة علشان يراقبه، لكنه لاحظ إن في حد تاني بيراقب تريس أصلا، فاستغرب من كده. فنيل عرفه إن ده عمل تحقيق مشترك مع المفوضين، واللي بيجري ورا تريس ده تبع المفوضين. فكلاين بقى فضل واقف يراقب المطاردة دي، وشاف تريس وهو بيهرب وبيجري من مندوب المفوضين. لكن تريس قدر إنه يهرب بدون أي غلطة، والغلطة الوحيدة اللي هو عملها إن الطاقية بتاعته وقعت منه، ومن سوء حظه الطاقية دي وقعت في إيد كلاين. وطبعا كلاين خرج من السوق وقابل دان، وعلى طول استخدم قوته واستخدم العصاية والطاقية علشان يعرف مكان تريس. في الأثناء دي دان عرف كلاين إن المفوضين بيطاردوا تريس لأنهم دعبسوا وراه وعرفوا إنه عمل جرائم قتل في مدن تانية. ومن خلال التحقيقات بتاعتهم اكتشفوا إن تريس بايوندرز مسار محرض مستوى 8. يعني من الآخر كده تريس حقير بيوقع الناس في بعضها وبيحرضهم على بعض علشان مصالحه الشخصية. ومش كده وبس، لأ، اسمه كمان مرتبط بطائفة شيطانية. فكلاين بيتصدم من الكلام ده، وبسرعة بسرعة بيحدد مكان تريس بالعصاية وبيوجه العربية لمكان تريس. وبالفعل بعد شوية بيوصلوا لمكانه، وفي قوات من الشرطة بيقتحموا المكان عشان يقبضوا عليه. والمبنى اللي المفروض تريس فيه كان مليان ستات، وفي ست منهم خرجت وهي بتخرج خبطت في كلاين. عايزك تركز مع الست دي علشان هنحتاجها قدام. وللأسف يا صديقي مش بيلاقوا تريس خالص، وكأنه فص ملح وداب. والتحقيقات بتفضل مستمرة الأيام ومفيش أي أخبار عن تريس، وبيفضل الوضع ده فترة لحد في يوم ليو رجع المدينة وراح قابل كلاين وقال له إن المدينة اللي جنبهم معدل الوفيات فيها زاد جدا جدا جدا. علشان كده إحنا لازم نحقق في أسباب الزيادة دي. وعلى طول أخد كلاين وراحوا المدينة دي ودخلوا بيت أحد الضحايا اللي ماتوا. وكلاين استخدم القلادة وقدر يشوف ذكريات الضحية، وعرف إنها قبل ما تموت في إيد ست لمستها. وحرفيا مش هي لوحدها، لأ، لأن كل الضحايا اللي ماتوا نفس الإيد لمستهم قبل ما يموتوا. وطبعا كلاين رجع المدينة عند دان وعرفه بالكلام ده. فدان رجع يشك في إن الست اللي بتلمس الناس دي وبتقتلهم تبع تريس ومحرضة زيه بالظبط. وهما الاتنين بيعملوا كده وبيقتلوا الضحايا دول علشان يستدعوا الكيان الشيطاني بتاعهم، وبيقدموا الضحايا دول كقرابين. فلازم حد يوقفهم عند حدهم قبل ما يستدعوا الكيان ده. علشان كده كلاين بيمسك سلسلة أحد الضحايا وبيحاول يعرف من خلالها آخر مكان هي ظهرت فيه قبل ما تموت. والخطة بتنجح وبيقدر يحدد المكان ده، وحرفيا مش بيضيعوا وقت وبيركبوا لكل العربيات وبيطلعوا على هناك. والمكان ده بيكون قصر كده معزول شوية في وسط الغابة. والمفاجأة الكبرى هنا إن البنت اللي خبطت في كلاين لو تفتكر يعني كانت في القصر ده. فهل ده معناه إن البنت دي
هي اللي بتقتل الضحايا وهي شريكة تريس؟ الإجابة هتصدمك صدقني. تابع بس معايا. دلوقتي دان بيتفق مع كلاين إنه يفضل يراقب الوضع من بره، وهو هيستخدم قوته وهيدخل كل اللي في القصر في كابوس، وليو يستغل الكلام ده ويقتحم القصر. ولحد هنا كل حاجة تمام التمام. اللي مش تمام بقى إن لما دان استخدم التلاعب بتاعه، البنت طلعت نينجا ورشت مادة كده على نفسها واختفت، وطلعت تهرب من القصر وهي مخفية، لكنها ظهرت نفسها وهجمت على دان وطعنته بسكينة. بعدها لاحظت إنها هجمت على وهم، فعرفت فورا إنها في كابوس. وهوب، ليو استغل الفرصة وهجم عليها ورزعها بالرجل طيرها بعيد. بعد كده دان حاول يقبض عليها، فالبنت اتصرفت بسرعة وعورت نفسها، وبالتالي قدرت تهرب من الكابوس ودخلت القصر من تاني، وراحت عند تمثال كده وبدأت تستدعي أرواح سحرية، وعملت نسخ كتيرة جدا من الأرواح دي، وخلت الأرواح دي تطلع تهجم على دان وليو. وفي روح منهم لبست في دان وبدأت تجمده، بس دان مخضرم وعرف يفك نفسه ودخل القصر هو التاني. وفي اللحظة دي ستارة بتنقض عليه وبتكتفه خالص، بس دان بيقاوم وبيبعد الستارة دي عنه وبيضرب عليها نار كمان. في نفس الوقت ده بره في حديقة القصر كانت في معركة طاحنة بين ليو وبين البنت دي، وحرفيا البنت كانت ذكية جدا وضربت ليو وعورته في ايده. المشكلة مش هنا، المشكلة انها استخدمت في الضربة دي سحر اسود، فليو خلع ضفر من ضوافره علشان يبطل السحر ده، والبنت استغلت كل الكلام ده وهربت من المكان كله. بعد كده كلاين دخل القصر هو التاني وبدأ يستخدم قوته على أمل إنه يعرف مين البنت دي، وقدر يلاحظ إن البنت دي اللي خبطت فيه، ولاحظ كمان الشبه الرهيب بينها وبين تريس. طب تاخد الصدمة دي؟ البنت دي مش شبه تريس، لأ، البنت دي هي تريس نفسه. هتقولي إزاي؟ هقولك الله أعلم. فبس تريس أو قصدي تريسي أيا كان يعني هربت وخلعت من المدينة كلها. في المجمل بعد فترة كلاين كان لسه شغال في نادي العرافين عادي جدا، ووقتها إليزابيث صديقة أخته جات له ووضحت له إنها زارت قلعة لامود، ومن وقتها وهي بتحلم بكوابيس قلعة بتنهار وفي شبح فارس فيها. فكلاين شك إن في حاجة في القلعة دي أكيد، فقال لدان. وفي نفس اليوم بالليل راحوا هما الاتنين القلعة دي، وكان معاهم متخصص من فرسان الهيكل اسمه فري، ودان كان جايب معاه أداة ملعونة اسمها رمز الشمس، والأداة دي تقدر تدمر أي شبح في أقل من دقيقة. في المجمل دخلوا لكل القلعة وبدأوا يدوروا على أي حاجة مهمة، وفي أثناء ما هم بيدوروا الشبح ظهر وحدف عليهم السيف بتاعه، والحمد لله ربنا سترها والسيف ما جاش فيهم. فالفارس مسك السيف وبدأ يهجم عليهم، وكان قوي جدا ومحدش عارف ياخد معاه حق ولا باطل، ورزع دان ضربة طيره 9 متر ووقع رمز الشمس من ايده. فكلاين جري بسرعة علشان يجيب الرمز من على الأرض، فالفارس ظهر من العدم وادى لكلاين ضربة في وشه وخلاه يعمل سكرين شوت. لكن كلاين استغرب لأنه محسش بأي ألم، ففهم إن كل اللي بيحصل ده هلاوس، وإن دان حاليا بيتلاعب بيهم كلهم. وخطة دان نجحت وفضل يتلاعب فيهم كلهم لحد ما عدت دقيقة تقريبا، والرمز اتفعل ودمر الفارس الشبح بكل سهولة. بعدها لقيوا صورة واقعة في الأرض في القلعة، والصورة دي ظهر فيها شخص، وبيكون واضح إن الصورة دي قديمة من آلاف السنين تقريبا. واضح كمان إن الشخص ده كان هو سيد القلعة اللي اختفى في ظروف غامضة. العبرة هنا إن كلاين مركزش في كل الكلام ده، وركز إن الشخص اللي في الصورة نسخة طبق الأصل من الأستاذ إيزيك المعلم بتاعه، فكان هيتجنن. ففضل ساكت والحوار خلص على كده. وتاني يوم على طول كلاين أخد بعضه وراح زار إيزيك ودخله المكتب بتاعه، لكنه ملقوهوش في المكتب، وبالصدفة البحتة أخد باله من دم ورا الستارة، فشد الستارة واتصدم صدمة عمره لأنه لقي قلعة لامود اللي كان فيها الشبح بتاع امبارح مرسوم على الحيطة بالدم. فكلاين اترعب وبدأ يشك في إن إيزيك هو سيد القلعة اللي كان في الصورة. وفي وسط رعبه ده إيزيك جه، فكلاين خاف أول ما شافه، فإيزيك قال له إنه بيحلم بكوابيس دايما، وكل ما بيقوم من النوم بيلاقي نفسه بيرسم رسومات زي كده وهو مش فاهم ولا فاكر أي حاجة. فكان توه في الموضوع وسأله عن هورانسز، فإيزيك اداله كتاب بيتكلم عن هورانسز ده. فكاين شكر واستأذن علشان يمشي، فإيزيك منعه يمشي بحجة إن ده كتاب المدرسة وما ينفعش يخرج من هنا، وخلاه يقعد بالعافية ويقرأ الكتاب هنا قدامه. فكاين سمع الكلام وبدأ يقرأ الكتاب وشاف فيه صور لناس كانوا عايشين زمان عادي، وإيزيك عرفه إن الناس دول كانوا أتباع حاكمة العرافين وبيحبوها جدا.
بعدها إيزك غير الموضوع خالص وقال له انت ليه اتوترت قوي لما شفت القلعة المرسومة دي، وقرب من كلاين بشكل مرعب وسأله لو انه يعرف حاجة عنه، وطمنه بانه عايز يعرف اكتر عن ماضيه مش اكتر. فكلاين اطمن وقرر ياخدوا القلعة، وبالفعل في نفس اليوم بالليل راحوا القلعة هما الاتنين. العبرة ان ساعتها إيزك بدأ يفتكر حاجات غريبة كانت بتحصل في القلعة وكأنه كان عايش فيها، وكمان افتكر ان كان عنده ابن وكان دايما بيلعب بالسيف لانه كان نفسه يبقى فارس. فلما كلاين سمع الكلام ده عرف ان الفارس الشبح اللي هم خلصوا عليه يبقى شبح ابن إيزك، ففضل ساكت من الصدمة. بعد كده إيزك مسك السيف بتاع الشبح وصرخ صرخة قوية، وبسبب الصرخة دي في قبو سري اتفتح تحت القلعة، وإيزك أخد بعضه ونزل القبو ده. وكلاين كان مصدوم ومرعوب ومش فاهم أي حاجة، لكنه سيطر على رعبه ده ومسك المسدس ونزل القبو هو التاني. وساعتها بيلاقي فيه تابوت كده وجثة الفارس اللي هو ابن إيزك فيه. وإيزك لما شاف جثة ابنه زعل جدا وأطلق قوته ولزق كلاين في الحيطة. وبعد لما عمل كده استدعى أرواح أشباح كتير جدا للقبو ودمجهم في جسمه. بعد كده خلى شبح منهم يدخل في عقل كلاين هو التاني. فكلاين بدأ يشوف ذكريات وشاف إيزك بيحارب وجنود الخصم خلاص انتصروا وبدأوا يولعوا فيه هو والجيش بتاعه، وخلاص إيزك كان هيموت. ففي ساحرة عملت حاجة معينة وخلت إيزك يبقى قوي جدا، وقام من وسط النار ومسك سيفه ورجع يقاتل جيش العدو لوحده. وقتها إيزك كان عنده قوة رهيبة وكان بيقتل جنود العدو بكل سهولة بقوته الجبارة. وبسبب شجاعته دي انتصر في المعركة لوحده، ورجع بعدها المدينة هو والجنود اللي نجوا من الحرب. والحاكم فرح جدا بيه وعينه قائد للجيش، وكمان اداله قلعة الليمود علشان يبقى سيدها. وإيزك كان فرحان قوي واتجوز كمان وخلف ابن. وعادت السنين والحال اتشقلب بيه ومراته جالها مرض. فإيزك زعل قوي لأنه حس إن مراته مرضت بسببه وبسبب القوة اللي عنده، ده غير إنه بدأ يفقد السيطرة على قوته وكان هيأذي ابنه. علشان كده قرر يبعد بعيد عن مراته وابنه خالص وساب القلعة ومشي. وبكده نكون عرفنا كل حاجة عن إيزك. فكاين بعد ما عرف كل ده خرج من الذكريات وقرب من إيزك وبص على التابوت اللي فيه ابنه، ولاحظ إن راس ابنه مش موجودة في التابوت مع باقي الجثة. ففهم إن في حد سرق راسه من التابوت، علشان كده شبح الفارس ابن إيزك بدأ يظهر في القلعة. فكاين زعل قوي وإيزك زعل أكتر منه، وعد نفسه بإنه هيلاقي الشخص اللي سرق راس ابنه وهيخلص عليه وينتقم منه. بعدها بيخرجوا من القلعة هما الاتنين، وإيزك عرف كلاين إنه ما افتكرش غير جزء بسيط من ذكرياته، وإنه عايش بقاله فترة كبيرة قوي بسبب لعنة بتخليه يدخل كل فترة في سبات عميق. وكل ما بيفوق من السبات ده مش بيكون فاكر أي حاجة غير اسمه. وكل مرة كان بيعيش حياة مختلفة وبيكون عيلة، بس دايما كانت حياته بتنتهي بأذية عيلته. علشان كده إيزك بقى وحيد تماما ومحاولش يكون أي عيلة لأنه عارف مصيرهم. وطبعا إيزك افتكر وفهم كل الكلام ده لما جه القلعة، فشكر كلاين علشان ساعده يعرف هو مين، وشكروا ومشوا من القلعة هما الاتنين. ولو فاكر إن كده الموضوع خلص وكلاين هيقدر يعيش حياة هادية، فأحب أقولك إنك يا عزيزي المشاهد طيب، لأن أولا لسه ما نعرفش راس ابن إيزك راحت فين، ثانيا ما نعرفش تريسي أو تريس هيحصل معاه إيه. كل ده هنعرفه في الأجزاء اللي جاية. وبكده يكون خلص الجزء الأول. استنونا في الجزء الثاني في الفيديو القادم. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.